السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقه توقعات الهبيده في كاس العالم. اخر حلقه معانا من حلقات كاس العالم، فاضل الحلقه الاخيره اللي هنتكلم عليها. هنتكلم عن كل الاحصائيات كاس العالم، بس دي بعد ما البطوله تخلص تماما. خلونا النهارده في حلقه التوقعات، وهي اخر حلقه توقعات معانا في كاس العالم. حلقه النهارده عن نهائي كاس العالم بين المنتخب الارجنتيني والمنتخب الفرنسي. يلا بينا. المباراة دي هتكون مباراة صعبة جدا، مش بس على المنتخب الأرجنتيني، بقى كمان على المنتخب الفرنسي. أعتقد إن كل لعيب هيبقى نازل هيبقى حلمه إن هو يفوز. إذا كان المنتخب الأرجنتيني حلمه إن هو يجيب البطولة لبلده عشان يرجع لبوينس آيرس اللي عاملين احتفالات رهيبة من بعد ما عرفوا إن هم تأهلوا للنهائي. دلوقتي حاليا هم مستنيين لقب كأس العالم. رجوع ميسي للأرجنتين بلقب كأس عالم هيكون تاريخي جدا، وهيكون إنهاء لمسيرته الطويلة جدا اللي احنا شفناها من أول ما بدأت لغاية ما هتنتهي. هيكون ختام رائع لمسيرة واحد من أعظم لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، وهو ليو ميسي. ليونيل ميسي حلمه اللي فاضل وهو إن هو يفوز بلقب كأس العالم بعد ما حقق أول بطولة مع منتخب بلاده كوبا أمريكا قدام المنتخب البرازيلي في النهائي بعد ما فازوا 1-0. هو حلمه حاليا ان هو يفوز بلقب كاس العالم، عشان خلاص ساعتها اي مقارنات بينه وبين اي لاعب تاني هتنتهي تماما، واي مقارنات بينه وبين اسطوره الارجنتين دييجو ارماندو مارادونا هتكون طبعا مش موجوده تماما. لان لو هنبص كده لمسيره ليونيل ميسي، لاعب قدر يحقق كل شيء، اذا كان 7 كرات ذهبيه، اذا كان دوري ابطال، اذا كان دوري اسباني، هداف. طبعا كل البطولات اللي لعب فيها هو كان هداف فيها، حقق ارقام قياسيه تاريخيه ليه. لكن البطوله الوحيده اللي نصرها هي بطوله كاس العالم، خصوصا ان هو بينافس السنه دي كمان على لقب هداف البطوله مع كيليان امبابي. كل لاعب منهم مسجل 5 اهداف. فهل ليو ميسي يوم الاحد تكون بطوله رائعه بالنسبه له ويوم رائع بالنسبه له ويقدر يفوز بلقب كاس العالم ويبقى هداف بطوله كاس العالم بيسجل هدف الفوز للمنتخب الارجنتيني، ولا المنتخب الفرنسي هيمنعه من دوت، والمنتخب الفرنسي هيحاول ان هو يفوز باللقب الثاني ليه على التوالي واللقب الثالث في تاريخه، عشان يبقى ثالث منتخب بعد ايطاليا والبرازيل يقدر يفوز باللقب مرتين ورا بعض. المنتخب الفرنسي حاليا في مشكله عنده بتواجهه، وهو غياب 3 لاعيبه مؤثرين جدا بسبب تفشي وباء انفلونزا الابل. انا مش عارف، مستغربها شويه، لكن كل شيء وارد طبعا. يعني ربنا يشفيهم ان شاء الله، عشان يبقوا كل الفريقين بكامل قواهم بكامل لعبتهم، عشان نقدر نشوف ماتش رائع جدا ما بين الفريقين. غاب عن الماتش اللي فات للمنتخب الفرنسي قدام المنتخب المغربي ادريان رابيو واوباميكانو وكينجز كومان. هل هيرجعوا في المباراة النهائية هيشاركوا مع المنتخب الفرنسي، ولا مشاركتهم هيبقى فيها محل شك؟ ده لسه احنا مش متأكدين منه. لكن المنتخب الفرنسي غير ال3 لعيبة دول فهو عنده قائمة مدججة بالنجوم، وده اللي احنا شفناه قدام المنتخب المغربي، ان المنتخب الفرنسي ما تأثرش خالص. انا عايز اتكلم على واحد في المنتخب، لاعب في المنتخب الفرنسي عامل اداء فوق الوصف، وهو انطوان جريزمان. اداء دفاعي هجومي. انا شايف بول بوجبا في نص الملعب ونيغولو كانتي في نص الملعب، الاثنين ميكس في خلاط واحد مطلعين لنا انطوان جريزمان. انطوان جريزمان بتاع فرنسا غير انطوان جريزمان بتاع اتلتيكو مدريد. انطوان جريزمان بيعمل اداء اسطوري مع المنتخب الفرنسي، بيصنع، بيدافع، بيهاجم، بيشارك في الهجمه من بدايتها لنهايتها، بيفسد الهجمات الخصم. ده اللي احنا شفناه قدام المنتخب المغربي. لا، انطوان جريزمان احسن لاعب فرنسي في البطوله حتى الان. كيليان امبابي يجي في المرتبه اللي وراه، ومعاه اوليفير جيرو. كيليان امبابي برضه مؤدي اداء رائع جدا، وفي طريقه ان هو يفوز بتاني كاس عالم ليه وهو في سن صغير جدا، هو عنده 23 سنه. هل هينجح المنتخب الفرنسي بان هو يحقق رقم قياسي وان هو يفوز باللقب الثاني ليه على التوالي؟ المنتخب الفرنسي في البطوله الاثنين، اذا كان المنتخب الفرنسي والمنتخب الارجنتيني في البطوله كلها ما خسروش غير ماتش واحد، والاثنين الماتشين دول كان امام السعوديه. المنتخب الارجنتيني خسر امام المنتخب السعودي، والمنتخب الفرنسي خسر قدام المنتخب التونسي.
المباراة ديت مباراة مصيرية، آخر مواجهة بينهم انتهت بنتيجة 4-3 للمنتخب الفرنسي في 2018 كأس العالم 2018. قدر المنتخب الفرنسي يكسب المنتخب الأرجنتيني من الدور ال 16 ويتأهل للدور ربع النهائي. فالمباراة دي انتقامية للمنتخب الأرجنتيني، دي أول حاجة. تاني حاجة إن هي مباراة تاريخية لكل اللاعبين وخصوصا ليونيل ميسي، عايز يفوز باللقب كأس العالم المتبقي ليه في مسيرته. هنشوفه هل هيقدر كده، هيقدر يعمل ده ولا هيحرمه المنتخب الفرنسي من ده. نيجي بقى معانا لفقرة توقعات، وهي توقع بطل كأس عالم قطر 2022. أنا توقعي إن اللي هيقدر يفوز بلقب كأس عالم 2022 وهو المنتخب الأرجنتيني. هيكون نهاية ليونيل ميسي مع كأس العالم وهو راجع بلده الأرجنتين بلقب كأس العالم، عشان يكون احتفالات تاريخية في العاصمة الأرجنتينية. كل الجماهير مستنياه بان هو يرجع بالكاس. فتوقعي بطل كاس عالم قطر 2022 وهو المنتخب الارجنتيني وهو ليونيل ميسي. ونقول المنتخب الفرنسي هارد لك. هنشوف ايه اللي هيحصل يوم الاحد، واتمنى ان احنا نشوف مباراه قويه ما تنتهيش عند 90 دقيقه. اتمنى ان انا اشوف لغايه 120 دقيقه مفيش اي مشكله، واتمنى ان انا اشوف مباراه مثلا 2-2 3-3. ليه ما نشوفش مباراه 4-4 وبعد كده نروح لضربات الترجيح ونشوفوا بقى ايه اللي هيحصل في ضربات الترجيح، خصوصا ان هم معاهم 2 حراس مميزين، اذا كان هوجو لوريس لمنتخب فرنسا او ايميليانو مارتينيز للمنتخب الارجنتيني اللي يعتبر من احسن حراس البطوله. تعالوا بقى مباراة الثالث والرابع ما بين كرواتيا والمغرب، احنا ما اتكلمناش عنها، لكن انا متوقع ان المنتخب المغربي هيقدر يحقق المركز الثالث في البطولة، ويبقى اكبر انجاز لمنتخب عربي في البطولة، اكبر انجاز عربي افريقي للمنتخب المغربي ان هو يحقق ثالث العالم. كنا طبعا سعداء جدا بان احنا نغطي بطولة كاس العالم، وان احنا نتكلم عن كل الماتشات اللي اتلعبت، ونتوقع مين اللي هيفوز بلقب كاس العالم. استنونا في حلقه احصائيات كاس العالم بعد البطوله، وان شاء الله نكونوا معاكم من بعد كاس العالم في حلقات كتير جايه. واستنوا مسابقه توقعات جديده من بعد كاس العالم على كل البطولات اللي ان شاء الله مستنيانا، اذا كان دوري ابطال اوروبا والدوري الاسباني والدوري الانجليزي، كل البطولات ديت. ما تنسوش انتوا كمان تتوقعوا مين بطل كاس العالم تحت في الكومنتات، وان شاء الله اللي هيقدر يجيب التوقع صحيح مين بطل كاس عالم قطر 2022 هنوزع تيشيرتات لكل الناس. مفيش حد معين هيفوز بالجائزه، لكن كل الناس هيبقى ليها تيشيرتات مننا من البرنامج، من برنامج الهبيده، لاي منتخب انت حابه، او حتى لو كنت طالب تيشيرت لاي فريق انت عايزه احنا هنقدر نجيبه لك وهنقدر نوصله لك لغايه باب البيت. وبهذا تكون انتهت حلقتنا، وان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، وان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه. ما تنسوش كمان تتوقعوا مين بطل كاس العالم تحت في الكومنتات، ومستنيين كومنتاتكم ومستنيين توقعاتكم للماتش ونهائي كاس عالم قطر 2022 يوم الاحد القادم. ونشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.